انا مش في مصيبه، انا في كارثه ومش عارف اتصرف ازاي ودماغي متشتته. انا متجوز وعندي ولد عمره سنه ونص ومقيم في عماره حماي، وربنا يكرمه وقال لي تعالى يا ابني عند العماره اسكن في الشقه اللي تعجبك على ما تستلم شقتك من الاسكان الاجتماعي. وطبعا الراجل يشكر على وقفته معايا، وفعلا اخدت الشقه اللي في الدور الرابع. وللامانه كمان حماتي ست طيبه جدا جدا، وحمايا مسكن ولاده وبناته في العماره بتاعته. بنته متجوزه في الدور الاول، وحمايا في الدور الثاني، وابنه في الدور الثالث ومسافر، ومراته قاعده في الشقه، وانا في الدور الرابع. وفي يوم كنت نازل اصلي الفجر، لقيت جوز بنته اللي في الدور الاول نازل من عند زوجة ابنه اللي في الدور الثالث، ونزل بسرعه زي الحراميه وهي واقفه تامن النزول. طبعا انا اتسمرت في مكاني واتصدمت من المنظر لدرجه ان رجعت الشقه وبكلم نفسي، معقول اللي شفته ده حقيقي؟ الصراحه ما قدرتش اخبي عن مراتي، لان جوز اختها باين عليه المثاليه وكلهم في البيت بيشكروا فيه. اتكلمت مع مراتي على اللي شفته، لطمت على وشها وقالت لي انا كنت شاكه ان في بينهم حاجه. العمل ايه دلوقتي؟ الموضوع لو اتعرف فيها خراب بيوت من كل ناحيه، وكمان بابا وامي لو عرفوا هيقلبوا الدنيا. وقعدت تلطم على وشها لحد ما اغمى عليه. انا بصراحه مخنوق وعايز اسيب البيت، لان لو قعدت مش هقدر لازم اتكلم، لان انا راجل جد ومتدين ومش بحب الحل المايل. فما بالكم بقى باللي شفته. مراتي قالت لي عشان خاطري بلاش تكلم حد لما افكر هعمل ايه. المشكله كمان ان حمايا وحماتي بيعزمونا كلنا كل يوم جمعه على الغدا، وطبعا انا مش هقدر اقعد في مكان واحد مع المنحطين دول، وكله هيسال ليه مش عايز تتغدى معانا زي كل اسبوع. اسكت ولا اكشف المستور ولا اعمل ايه في المصيبه دي يا جماعه؟ حد ينصح.